السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وبسعادة وبسلامة يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل لكم حاجة بسيطة خالص كده، وهي تخزين الملوخية الخضراء. الملوخية الخضراء بيبقى في اوان مش موجود ملوخية خضراء، فاحنا بننشف، ده الطبيعي. وان شاء الله باذن الله برضو هنعمل لكم، اعرفكم طريقة الملوخية الناشفة برضو بننشفها ازاي عشان تتخزن في التلاجة او في باب التلاجة، عشان طبعا ما تسوس ولا حاجه في الحر. فاحنا النهارده ان شاء الله هنخزن الملوخيه الخضراء. اول خطوه يا حبايبي عملناها، جبنا حله ومليناها ميه على النار زي ما احنا شايفين كده بالظبط، ومعانا تقريبا كيلو ملوخيه خضراء. بنغسلها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده حبايبي. بصوا جميله ازاي ومرعرعه، بسم الله ما شاء الله. قطفناها كويس الاول، وبعد كده غسلناها في مصفى عشان تنزل اي تراب فيها، لان طبعا الفتره دي الملوخيه بتبقى في جذورها كده مليانه تراب. نغسلها كويس جدا ونسيبها في المصفى تصفي كل الميه والاتربه اللي فيها. خليكم معانا يا حبايبي عشان اوريكم الخطوه اللي جايه ايه اول ما الميه تغلي معانا. كده يا حبايبي رجعنا لكم بعد ما الميه غليت. هنعمل ايه بقى؟ اول خطوه هنحط ايه على الميه؟ معلقه سكر. ادي يا حبايبي معلقه سكر على الميه. ادي مكعب مرقه. ونص معلقه بيكنج باودر او كربوناتو. ونبدا نقلب مكوناتنا كلها مع بعضها كده في الميه. كده يا حبايبي الشوربه بتاعتنا اهيت، او الميه اللي احنا هنسلق فيها الملوخيه، حطينا فيها معلقه سكر ومكعب مرقه ونص معلقه بيكنج باودر. تمام. وهي غليت اهي زي ما احنا شايفين. هنبدا ننزل الملوخيه الخضراء بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بصوا يا حبايبي كده اهو زي ما احنا شايفين، مش هنسيبها تغلي كتير، لازم نحافظ على خضرها كده اهو زي ما احنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا خضرة بسم الله ما شاء الله زي الفل، وريحتها جميلة بسم الله ما شاء الله. تمام. يا دوبك دقيقتين 3، احنا مش هنسلقها، احنا مجرد ان احنا بنشممها بس، المية تاخد بس غلوة بسيطة خالص في المية بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده اهو. بصوا بقى لازم نكون مجهزين ايه. بصوا يا حبايبي كده هنطلع الملوخية بتاعتنا من المية، نصفيها كده. هننزلها فين بقى؟ معانا هنا ايه اهو، على المية الساقعة على طول، مية متلجة فيها مكعبات تلج، ماشي، فيها ازازة مية كده اللي يعجبك، المهم ان هي تكون مية ساقعة تلج. نطلع كل الملوخية بتاعتنا على المية الساقعة المتلجة زي ما احنا شايفين كده حبايبي. كده يا حبايبي جبنا الخلاط. اخر خطوة بقى، الملوخية بتاعتنا هي بعد ما ايه حطيناها في المية المغلية اللي محطوط فيها معلقة سكر ونص معلقة كربوناتو او بيكنج باودر، وبعد كده نطلعها على مية ساقعة متلجة، وبعد كده نحطها في مصفى تصفي كل ميتها. ويلا بينا يا حبايبي نضربها في الخلاط. هننزل كل كمية الملوخية بتاعتنا، لان احنا طبعا عاملين كمية قليلة، طبعا انت على حسب ما تحبي بقى. هي المهم ان هي نفس الطريقة وخلاص، الكمية اللي انت عاوزاها كده. وكده هنضرب الملوخية بتاعتنا من غير ما نضيف عليها اي مية خالص عشان ما تبقاش خفيفة مننا. بصوا يا حبايبي خضار الملوخية بتاعنا بسم الله ما شاء الله. الكمية بقى بتاعتك تضيفيها على كيسين، على 3، على كيس واحد، براحتك على حسب الكمية اللي انت ايه بتعمليها. تمام يا حبيبتي. كده يبقى خلصنا تفريز الملوخية معانا بطريقة سهلة جدا جدا وسريعة، وبإذن الله ان شاء الله دايما نقول اعجابكم، ونشوفكم دايما في فيديوهات جاية كتير. هنفضي بقى دلوقتي يا حبايبي في كيس كده. هوريكم الخطوة الأخيرة بقى. بصوا العرق يا حبايبي بتاع الملوخية، بصوا بالعرق بتاعها ازاي زي ما هي بسم الله ما شاء الله. بصوا، ولما تطلعيها وتيجي تعمليها ما تفكهاش اول ما تطلعيها من الفريزر. بصوا حبايبي بصوا الخضار، بصوا الجمال بتاع الملوخيه بسم الله ما شاء الله.
جميله ازاي. كده الكميه بتاعتي طلعت لي ان شاء الله تطلع لي على كيسين اهو يا حبايبي. جميله جدا. ولا تروحي بقى تجيبي ملوخيه خضراء من بره ولا تروحي تجيبي من المحلات، جاهزه جدا اهي على العمايل. بصوا الخضار بتاعها جميله ازاي، بتتخزن في الفريزر وانت بتطلعيها بتبقى بنفس الخضار، لونها ما بيغيرش. ادي الكيس التاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الكميه التانيه بتاعتنا. الكميه اللي انا عملتها جت معايا على كيسين اهو يا حبايبي. طلع طبعا الهواء منها ونربط الكيس بتاعنا. بصوا بصوا الملوخيه وجمالها وخضرها، بسم الله ما شاء الله. جميله جدا يا حبايبي اهو، وبألف هنا وشفا. اشوفكم دايما في فيديوهات جايه كتير، يا رب ننول اعجابكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.